السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مختلف شويه. ليه بقى؟ اشتريت النوعين دول من القهوه من على امازون. هو نفس النوع بس في هنا درجه التحميص ميديوم، الانتنسيتي بتاعتها 5، وهنا الانتنسيتي بتاعتها 7. في هنت شوكولاته بيبقى واضح قوي في القهوه، يمكن اتقل شويه. كان عشان استخدم القهوه دي لازم اجرب الاسبريسو ميكر، فوريكم في الفيديو ده ازاي استخدم الاسبريسو ميكر وازاي، واقول لكم رايي في النوع ده من القهوه واصلا فكره الاسبريسو ميكر، لان انا اول مره اجربها، ما جربتهاش قبل كده خالص. انا من محبين القهوه الحقيقه، وده الاسبريسو ميكر هو بالنسبه لي هو احسن من القهوه التركي في ان انت بتشرب قهوه متفلتره، مش بتشرب تفل. هنا القهوه بتطلع لك متفلتره. بيستخدم ازاي بقى سعادتك؟ لما شفت على النت لقيت طريقتين للاستخدام. في ناس هنا بتحط الميه بارده وتسخن، في ناس بتحط الميه هنا مغليه. الصح ان انت تحط الميه مغليه. ليه؟ علشان الاستخلاص بتاع القهوه ما ياخدش وقت طويل فالقهوه تتحرق. الصح ان انت الميه بتتحط هنا مغليه مش ميه بارده، تتحط لحد تحت الفالف اللي باين قدامكم جوه ده اهو. ده محبس، ده اللي بيفرغ الضغط بتاع النوع من انواع الامان. يعني هي الميه بتحط تحته مش فوقيه ومش عليه. الميه هي زي ما انتم شايفين بتبقى يا دوبك تحت المحبس بتاع تفريغ الضغط. بعد كده بنعمل ايه؟ تحط القهوه بالشكل ده وما بتكبسهاش بمكبس ولا بتضغط عليها ولا حاجه، انت بس بتمسحها كده بايدك. ويفضل ان انت لما تحط القهوه هنا ما تبقاش القطعه بتاع القهوه راكبه عشان ما توقعش قهوه في الجوانب هنا، فلما تيجي تقفل وتحكم الضغط يبقى محكوم مظبوط. ركز بس ان الرابر ده مظبوط، الرابر اللي تحت ده. بعد كده تربط الاثنين في بعض. طبعا دي هتبقى سخنه دلوقتي فانت هتحتاج قماش تمسك بقى الجزء اللي تحت. بعد ما تربط الجزئين على بعض تحطهم على نار هاديه وتفتح الغطا زي ما انتم شايفين كده عشان تشوف العمليه بتاعه استخلاص وخروج القهوه قدامك. القهوه بتخرج من الجوانب اهيت. القهوه دي على فكره طعمها رائع، طعمها جميل جدا جدا جدا، احلى من القهوه الارابيكا او اللي هي بتتعمل بطريقه البن التركي 1000 مره. طول ما احنا هنا الاستخلاص ماشي اهوت والبن بيخرج اهو. بس اول ما تبدا تشوف بقى الرغاوي دي خلاص بقى يا باشا انت كده خلصت. صب يا باشا القهوه زي ما انتم شايفين، يعني القهوه نازله نقيه خالص. تجيب الجهاز ده تفتح عليه ميه على الجزء اللي تحت ده بحيث ان انت تخف الضغط، تقلل حرارته علشان تعرف ان انت تفك الجزئين من بعض. منظر الجهاز بقى من تحت اهو بعد الاستخدام. ده منظر الجزء اللي بتحط فيه القهوه. بعد ما تخلص لازم تحرص ان انت تغسل الاسبريسو ميكر، ما تسيبهاش فيها البن عشان تحافظ عليها وما يبقاش في مشاكل بعد كده وانت بتستخدمها. بس ده كان فيديو سريع كده، تجربه سريعه للجهاز. رايي في الجهاز ممتاز والقهوه طعمها حلو ونوعها كويس.